الانجليزي مادة مهمة جدا ليك كثانوية عامة. الانجليزي لوحده عليه 60 درجة في امتحان اخر السنة، يعني نسبة لا يستهان بيها نهائي من مجموعك. وناس كتير اشتكت من مشاكل في الانجليزي، والنهاردة بإذن الله هنحل كل المشاكل اللي عندك واللي مش عندك كمان. فيلا بينا نبدأ. أكيد سمعت كتير عن الناس اللي بتقول إحنا بنحل الإنجليزي بالسنس، وبالمناسبة أنا واحد منهم على فكرة. بس هو إيه السنس ده وليه مش بيظبط معاك وبيعتمد على إيه أصلا؟ السنس ده بمنتهى البساطة هو إحساسك إن الإجابة دي صح وتختارها وفعلا تطلع صح. طب ليه اتشهر في الإنجليزي تحديدا؟ هي الحقيقة إنه موجود في أي لغة مش الإنجليزي بس، يعني ممكن تطبقه وأنت بتحل عربي أو فرنساوي أو أي لغة تانية. هتقولي بس في كتير مدرسين قالوا ما تعتمدش عليه عشان كتير جدا ما بيظبطش. هقولك ما هي التركية هنا بقى، الموضوع له أساس ومش أي حد بيستخدم السنس بتاعه بيجيب له الإجابة صح. عشان يكون عندك سنس مظبوط والدنيا تمشي معاك لازم يكون في أساس أنت باني عليه معلوماتك في اللغة اللي أنت بتحل عليها دي. يعني ببساطة لازم يكون عندك ثروة لغوية عالية وفهم عالي للجرامر والقواعد بتاعة اللغة، وكمان لازم تكون حلل كتير وعينك واخدة على اللغة وتركيبتها. هتقولي أمال فين السنس في كده بقى؟ ما كده زي ما أكون حافظ وفاهم وداخل أحل زي ما بحل في أي مادة. هقول لك الميزة هنا إنك على مدار الوقت هتحل بسرعة كبيرة جدا وبمجرد النظر كمان، وهيكون الإنجليزي سهل جدا عندك زي ما كان عندي الحمد لله. وعلى مدار الفيديو إن شاء الله هقول لك أنا كنت بعمل إيه في الإنجليزي يخليني أقدر أحل كل الأسئلة صح، ولو في سؤال مش عارفه أخمنه ويطلع صح إن شاء الله. أول حاجة وهي الثروة اللغوية الكبيرة، لازم يكون عندك مخزون كبير من الكلمات اللي أنت حافظها وتقدر تستدعيها في أي وقت وتحطها في جملة مفيدة. وهنا التركية بقى، وهي إنك لازم تربط معنى الكلمة وشكلها بحاجة مميزة في دماغك عشان تقدر تحفظها وتثبت في دماغك كويس جدا. يعني مثلا كلمة زي الفعل annoy اللي معناه يضايق أو يزعج، ممكن مثلا تربطه في دماغك بصورة ذهنية زي إن أخوك الصغير جاي يرخم عليك أو يزعجك، كده أظن مش هتنساه خالص. وفي نفس الوقت تقدر تحطه في جملة سريعا جدا زي مثلا my brother annoys me، وكده إن شاء الله مش هتنسى كلمة ولا معناها. لكن في ناس على الجانب الآخر عندها مشكلة في حفظ مشتقات الكلمات زي الفعل وتصريفاته والاسم منه والظرف والصفة وهكذا. وهنا هنضطر نضرب مثال على طول عشان الفكرة توضح. هنقول مثلا الفعل accept اللي معناه يقبل أو يوافق، هنجيب التصريفات بتاعته أو الماضي بتاعه وهتلاقي accepted يعني اتقبل، وهنا ضفنا ed بس وده معناه إن ده فعل منتظم التصريف. لو جبنا الاسم منه هتلاقيه acceptance يعني قبول أو موافقة، وهنا ضفنا المقطع الأخير ance. لكن لو جينا للصفة هتلاقي فيه كذا صفة من الفعل ده، هتلاقي فيه acceptable يعني قابل للقبول أو ممكن يتوافق عليه أو ممكن يتقبل. يعني عارف ان بعضكم هيقول لي انا محتاج ترجمه للعربي اصلا، انا هترجم الانجليزي ده ازاي؟ هقول لك اصبر عليا بس وان شاء الله مش هتطلع من الفيديو غير كل مشاكلك في الانجليزي محلوله. نرجع لموضوعنا. عندنا صفه تانية من الفعل accept وهي accepted، ودي اللي كنا قلنا انها من تصريفات الفعل او الماضي بتاعه وكان بمعنى اتقبل لو تفتكر. يبقى كده كلمه accepted ليها معنيين، اتقبل كفعل ماضي ومقبول كصفه او adjective. طبعا في كذا اسم وكذا صفه تانيين ممكن يتجابوا من الفعل اكسبت، لكن انت برضو منهجك محدود والانجليزي لغه زي اي لغه ملهاش حدود، مفيش انسان ملم بيها كلها من غير ما يبقى فيه كلمه واحده حتى مش عارفها ولو حتى كان المدرس بتاعك. وانت مطلوب منك انك تعرف الحاجات اللي في منهجك عشان تقدر تركز عليها اكتر عشان تجيب درجه حلوه في امتحان اخر السنه ان شاء الله. طبعا انت لما يبقى عندك العلم ان في بعض الاضافات لما بتخش على الفعل بتحوله لاسم والبعض الاخر بيحوله لصفه، ده بيسهل عليك الدنيا اكتر ويخليك تقدر تحل اسئله اكتر صح وتخمن معاني كلمات انت مشوفتهاش قبل كده، وده اللي بنسميه السنس. شفت الموضوع طلع كبير ازاي؟ طبعا الاضافات دي مش ثابته لكل الافعال والاسماء والصفات وكل قاعده ليها استثناءات، ولكن ده دورك انت انك تعرف تحفظ وتفهم الحاجات دي عشان تبقى عندك ثروه لغويه كبيره بجانب انك فاهم اللغه كويس قوي. يعني عندك صفه زي ليزي مثلا، الاسم منها ليزينس ضفنا ليها NESS، ودي قاعدة مختلفة تماما عن القاعدة بتاعت ANCE وفي أسماء كتير كده. عشان كده أنت بنفسك لازم تلقط الإضافات ولما بتخش على الفعل بتحوله لاسم ولا صفة ولا بتعمل فيه إيه بالظبط. طب بالنسبة للثروة اللغوية أنا كده فهمت إزاي هربط الكلمة في دماغي، ولكن عايز أحفظ كم كبير أو عايز نظام أمشي عليه عشان ما انساهمش. أول خطوة هي إنك هتبدأ تقسم الكلمات، لأنك مثلا لو قلت إنك هتحفظ 100 كلمة في اليوم مش هتيجي معاك خالص، ممكن تبدأ تحفظ من 20 ل 30 كلمة في اليوم. ازاي تحفظهم؟ اول حاجه انت هتبدا تبص على الكلمه كويس قوي بحيث ان شكلها يتحفر في دماغك وتكون ليها صوره في ذاكرتك بحيث انك تكون خزنتها في الذاكره البصريه بتاعتك. تاني حاجه انت لازم تعرف تنطق الكلمه صح جدا كمان،
مش قصدي الاكسنت بتاعت الانجليز والامريكان، قصدي انك تنطق الكلمه صح وخلاص. يعني مثلا كلمه زي مكتبه او لايبراري، نطقها الصح لايبراري، تنطقليش بقى انت لايبراري وتيجي تقول انا ما بعرفش احفظ سبيلنج الكلمات ليه. وهكذا بقى. انا كنت بضرب لك مثال بس. تالت حاجة تعملها عشان تقدر تحفظ الكلمات هي انك تراجع عليهم مرة واحدة في الاسبوع. ولنفترض مثلا ان احنا قلنا نحفظ 20 كلمة في اليوم. انا بدأت مثلا اول 20 يوم الحد وحفظتهم وسمعتهم لنفسي او خليت حد يسمعهم لي، مع اني بفضل طريقة ان انا اسمع لنفسي عن طريق ان انا بخبي الكلمة وبحفظها وبعدين اكررها لحد ما احفظها كويس قوي، عشان دي بتبني ثقة في نفسي ان انا مش هغش ولا هبص على الكلمة غير لما افتكر كل حاجة اقدر افتكرها في الكلمة دي. نكمل بقى ازاي هنراجعهم. انا حفظتهم يوم الاحد، هاجي يوم الاربع اسمعهم تاني. عارف ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي نفسك ناسي شويه حلوين منهم، من 10 ل 15 كلمه مثلا. ده طبيعي، بس لازم تعرف انت تعمل ايه هنا بقى. اللي هتعمله انك هتقوم حافظهم تاني. بس المفاجاه هنا بقى انك بدل ما تقعد تحفظ ال 20 كلمه في نص ساعه، لا انت هتقدر تحفظهم في 10 دقايق بس، وهتقدر تسمعهم اسرع كمان. والمراجعه الوحيده دي اللي بعد 3 ايام من اول مره حفظتهم فيها هتكون كافيه ان شاء الله. لو حبيت تعمل مراجعه على وحده كامله مثلا مفيش ادنى مشكله، وده هيكون مفيد جدا ليك. واخر خطوه في حفظ الكلمات انك تدخلهم في جمله مفيده، وده هيحفظهم لك للابد. زي مثلا انك تحل عليهم تدريبات الفوكاب. صدقني لما تتربط الكلمه في دماغك بجمله معينه او سياق معين هيتحفر معناها في دماغك بسهوله وبسرعه وصعب تنساها ان شاء الله. خلصنا كده كل حوارات الكلمات، ننتقل بقى للجرامر اللي مسبب عقده لكتير من الناس. الجرامر حله الاول والاخير انك تفهمه كويس قوي وتسمعه من مدرس يثبت معلوماته في دماغك بطريقه كويسه. تقعد تحفظ فيه زي كلمات مش هيجي معاك ومش هتعرف تحل عليه برضه. ببساطه هتسمع الشرح وتركز فيه كويس قوي، وممكن تقرا الشرح بتاع الجرامر من الكتاب او مذكره بتاعت المستر بتاعك، وده اختياري. بعدين تبدا تطبق وتحل على طول. مسموح هنا الاخطاء في الحل اكتر من الكلمات بشويه حلوين. الكلمات ما بيبقاش فيها لعب كتير زي الجرامر، ومفروض الاخطاء فيها بتبقى اقل، والحل الكتير في الجرامر هيثبت ليك المعلومه اكتر واكتر. عموما الحل الكتير في الانجليزي مطلوب عن اي ماده تانية، عشان انت عندك 12 وحده ولازم تبقى ملم بكل حاجه فيهم وجاهز لاي سؤال يجيلك فيهم في امتحان اخر السنه ان شاء الله. نيجي بقى لمشكلة تانية، وهي انك ما بتعرفش تترجم الجملة كويس ولا تفهمها صح، فبالتالي بتحل غلط. الترجمة مهارة بتكتسب وبتنمى، مش حاجة بيتولد بيها حد. يعني المفروض انك بتقرا كتير وبتحل كتير لحد ما تعرف تترجم كويس ان شاء الله. بس في بعض الحاجات اللي لازم تركز عليها وهتسهل لك موضوع الترجمة ده ان شاء الله. اول حاجة وهي انك تترجم كلمة بكلمة، يعني ما تعديش كلمة من غير ترجمة وانت بتقرا، لان ده هيخل بالمعنى العام بتاع الجملة. يعني عايزك تهتم بالظروف وحروف الجر وصفات الملكية وضمائر الملكية والحاجات دي، لان ترجمتها الغلط بتبوظ معنى الجملة خالص. طبعا الترجمة معظمها يتمثل في الثروة اللغوية اللي اتكلمنا عليها من شوية، فلازم تطبق اللي قلناه كويس قوي عشان تحل مشكلة الترجمة، عشان ممكن كلمة انت منتش عارف معناها ومش فاكرها او مش حافظها تخليك ما تعرفش تترجم بقية الجملة كلها، وده يسبب لك مشكلة. نيجي بقى لآخر سؤال في امتحانك واللي محير ناس كتير دلوقتي، وهو الإيساي أو المقال. مبدئيا كده أنا مش عايزك تقلق خالص من الإيساي، لأنه أمره سهل وبسيط حتى لو ما كتبتش إيساي من فترة طويلة. أظن إن محدش فيكم جرب يمسك قلم ويكتب إيساي من امتحانات تانية ثانوي، ودي فترة مش هينة خالص، ولكن الحل بسيط إن شاء الله. أنت هتعتمد وأنت بتكتب الإيساي طبعا على ثروتك اللغوية، ولكن لازم تراعي الجرامر وتركيب الجمل. ولكن زي ما أنت عارف مفيش حاجة بتيجي شفوي أو بدون تدريب، فأنت لازم تبدأ تمسك ورقة وقلم وتجرب وتشوف مستواك في الكتابة عامل ازاي. على اساس مستواك في الكتابة هنبدأ نحدد خطة الإيساي للفترة الجاية. لو انت لقيت أدائك كويس وكتبت كمية كبيرة بدون أخطاء كتير في السبيلنج أو الجرامر، فانت هتكتب إيساي واحد بس كل شهر. هتحدد موضوع لكل شهر وتقعد تكتبه، وبعدين تحدد اليوم وتقعد تكتبه فعلا، وبعدين تقيمه. أما لا مستواه مش أحسن حاجة أو مش عارف يكتب جمل كتير أو مش عارف يكون جمل، فده هيكثف الشغل شوية الفترة الجاية على الإيساي. هتبدأ تكتب إيساي كل أسبوع. بداية من الاسبوع اللي هتسمع فيه الفيديو ده هتبدا تكتب اول ايساي ليه. طب في سؤال مهم جدا، انا هقيم الايساي بتاعي ازاي وهعرف هو حلو ولا وحش؟ انا كنت قلت لكم ان انا هعمل لكم جروب تليجرام للي عاوز يسال اي حاجه في الفيديو اللي فات. معايا فيه مجموعه من الدكاتره من دفعتي، وان شاء الله نساعدكم باللي نقدر عليه. تقدر تخش الجروب وترفع عليه الايساي بتاعك. اقرب وقت تلاقي مردود عليك برساله فيها الاخطاء اللي انت عاملها في الايساي، وكمان نصايح للتحسين عشان تقدر تكتب احسن. اللينك بتاعه هتلاقوه في الوصف وفي التعليق مثبت ان شاء الله.
اما بالنسبه للقطعه اللي كل الناس بتسال عليها ومش عارفه تحلها، هتلاقوا فيديو كامل ان شاء الله بحل فيه قطعه كامله قدامكم على الجروب على التليجرام، وكده تبقى مشكله الاساي اتحلت ان شاء الله. وكمان القطع في حته بونص كده دلوقتي في موجود على الجروب بالفعل فيديو دكتور مهاد بيشرح فيه جرامر يونت 5. هتخش الجروب هتلاقي الفيديو بتاع الشرح متثبت، ما تقلقش. خش الجروب اسال على اي حاجه هتلاقينا كلنا بنرد عليك ان شاء الله في اسرع وقت. اخر حاجه معانا النهارده واللي عليها سؤالين ريتن في امتحان اخر السنه ان شاء الله، وهي القصه. ناس كتير ممكن تكون مهملاها او مفكره انها تتلم في قاعده والكلام ده، لكن انا حابب اقول لك انها من منهجك عادي جدا وهتتسال عليها وعليها درجات ومش بتتلم في قاعده. على فكره لازم تبدا فيها من دلوقتي لو ما بداتش فيها، وما تاخدش الفصل الواحد على مرة واحدة. اقرأ الفصل بالراحة وبضمير وقسمه على مرتين. عارف ان الفصل الواحد مش كبير، ولكن عشان تثبت الأحداث في دماغك وكمان الشخصيات، لأن أهم حاجة في القصة دي هي شخصياتها. هو يقعد يلف ويدور عليك في القصة وفي السؤال عشان في الآخر يجي يسألك يقول لك الشخصية دي عملت الفعل الفلاني ليه؟ طب أنت تتوقع كان هيحصل إيه مثلا لو فلان ما عملش كذا أو ما حصلوش كذا؟ دي نوعية من الأسئلة اسمها الكريتيكال ثينكينج أو التفكير النقدي، ودي عشان تحلها لازم تكون فاهم القصة كويس أوي، مش حافظ أسئلة وخلاص ومستني تخش تلاقيها، لأنك ببساطة مش هتلاقيها وتخش تلاقي أسئلة أول مرة تشوفها في حياتك. واعمل ايه لو انا شخص ما بداتش في القصه دلوقتي؟ خطوه بخطوه. قسم الفصل على مرتين زي ما اتفقنا، واول مره هتقعد تقرا الفصل بس ولكن بضمير وتأني زي ما اتفقنا عشان تفهم الكلام بيدور على ايه. تاني قعده للفصل هتقرا فيها الجزء الاول اللي انت قريته قبل كده سريعا، وبعدين تقرا الجزء الثاني من الفصل وبعدين تحل على طول. لما تيجي تحل عايزك تعتمد على الكلمات المفتاحيه من نص القصه، لان كل سؤال فيه كلمه مفتاحيه هي الحل بتاعه وهي اللي هتخليك تقدر تكتب اجابه كامله. وكمان في اخر السنه المصحح بيدور على كام كلمه في اجابتك عشان يقدر يديك الدرجه كامله على السؤال. في بعض الكلمات اللي لو ما شافهاش المصحح في اخر السنه قد ما يديكش الدرجه لا قدر الله، وهي الكلمات المفتاحيه اللي انا بكلمك عليها. وعايز اقول لك ان نص الفصل اللي مكتوب قدامك دلوقتي واللي بتذاكره هو اهم حاجه، لان هو اللي بيفهم المصحح انك فاهم انت بتكتب ايه. بعد ما تحل بقى هتراجع اجاباتك وتشوف انت عملت ايه، وبعد ما تراجع اجاباتك هتبدا تقرا فقره سؤال وجواب اللي موجوده في اخر كل فصل، لانها بتبقى مفيده جدا وبتفتح مخك على جزئيات انت ما كنتش واخد بالك منها في الفصل، وتخليك تقدر تركز على جزئيات اكتر من غيرها، ودي غالبا بيجي عليها اسئله ان شاء الله في اخر السنه. وهكذا بقى كل شابتر على نفس الكلام. تقسم الفصل على جزئين وتهتم بفقره سؤال وجواب، وكده القصه باذن الله في الجيب. طبعا مش محتاج اقول لك للمره المليون حل كتير حل كتير حل كتير، لان الثانويه العامه يعني حل كتير. الحل الكتير هيخليك تراجع على القديم وانت ما انتش حاسس، خاصه في ماده زي الانجليزي فيها 12 وحده وايساي وقصه وقطع وحوارات كتير قوي. فعشان تقدر دايما تبقى فاكر كل التفاصيل بتاعه الوحدات لازم تحل كتير قوي على قد ما تقدر. تحل من كتاب واثنين وثلاثه عادي جدا، عايزك تحل لحد ما تلاقي اسئله بتتكرر قدامك. طبعا انت بقالك دلوقتي 6 شهور ثانويه عامه وعارف قد ايه صعب انك تلاقي سؤال متكرر بالنص، ولكن ميزه اللغات زي ما قلت لك انك لما بتحل كتير قوي بتلاقي افكار كتير متكرره وساعات بالنص كمان. وبس كده يا شباب نكون لمينا كل مشاكل الانجليزي عندكم، واتمنى من الله ان يكون وفقت في عرض وحل كل مشاكلكم ان شاء الله. واللي لسه عنده مشكله مش عارف حلها يقدر يبعت لنا على جروب التليجرام واحنا هنساعده ان شاء الله. ويا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد وان شاء الله تستفيد. ربنا يوفقكم يا شباب ويسهل لكم كل صعب. سلام.